السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الكوارع. هنعملها بطريقة بسيطة وسهلة جدا. اسهل وانجح طريقة تعملي بيها الكوارع. لو لأول مرة هتعمليها هتطلع دايبة معاكي، وهقولك ازاي تغسليها وتنضفيها وما تشميش ليها اي ريحة زفارة. يعني بكل سهولة وبساطة هتعمليها في البيت بايديكي لولادك، وبجد هتبقى طالعة تحفة. النهارده الكوارع بتاعتي عملتها شوربه، وكمان عملتها طاجن كده في الفرن بالزبده، بس بجد في منتهى الجمال. تعالوا كده واحده واحده نسمي الله ونشوف الطريقه بتاعتي عباره عن ايه. بس الاول نسمي ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وما تنسيش الفيديو لو عجبك اللايك الحلو بتاعكم والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي اول باول. يلا نسمي الله ونشوف المكونات وكمان طريقه التحضير. نقول بسم الله. واول حاجه عندي الكوارع بتاعتي، طبعا انا بجيبها كده من الجزار، هي بتكون متنضفه، بس طبعا انا مش بمشي على التنظيف بتاعها. الكوارع لازم ليها تنظيفه كده وغسله ونقعه كده مخصصه، عشان طبعا ما يبقاش ليها ريحه اي زفاره. انا هبتدي ان انا اجيب البوله بتاعتي، وهاخد الكوارع بتاعتي احطها كده في البوله، وهحتاج لكوبايه كده من الدقيق، واربع ليمونات كده، 3 ليمونات اللي موجود عندك. دي كده الطريقه دي استحالة بعدها تشمي ريحة زفارة للكوارع. هتعصري كده الليمون على الدقيق كده، وتمسكي الكوارع بتاعتك تدعكي فيها كده، وتفركيها كده بايديكي، وتسيبيها كده لمدة نص ساعة منقوعة كده في الدقيق والليمون. هي دي الطريقة الصح والمظبوطة ان انت تعملي بيها الكوارع، وتبقى معاكي زي الشمع، ولا تشمي ليها اي ريحة زفارة. طبعا بعد كده بتاخديها على مية جارية، وتبدأي بقى ان انت ايه تمسكي السكينة كده وتكحتي اللحم بتاعها. هي طبعا بتبقى جاية نظيفة، بس أكيد طبعا زيادة تأكيد للنظافة بتاعتها، عشان لما نعملها تبقى الشوربة بتاعتها ريحتها حلوة، وكمان طعم الكوارع تبقى حلو. بصي زي ما قلت لك، أنا أخدتها تحت مية جارية كده وشطفتها حلوة قوي بعد نص ساعة، وبالسكينة كده بقيت أكحت كده الجلد بتاعها واللحم بتاعها. طيب هحتاج ايه للشوربه؟ انا عندي هنا بصلايه كبيره، عندي طماطمايه كده متقطعه 4 تربع، عندي جزرايه كده متقطعه حلقات، واساسي معايا بيكون المستكه والحبهان وورق اللوري. دي اساسي معايا للشوربه. هروح كده على البوتاجاز، وفي الحلة بتاعتي هبدأ انزل كده بمعلقة من السمنة او الزيت على حسب ما انتي ما بتحبي تعملي الشوربة بتاعتك. انا هنا حطيت كده ايه معلقة من الزيت ومعلقة من السمنة، وابتديت اول ما سخنت المادة الدهنية رحت نازلة بالمستكة والحبهان وورق اللورة، وبعد كده نزلت بالكوارع بتاعتي. هبتدي بقى اديها تشويحة كده مع المستكة والحبهان، بتبقى ريحتها طالعة في منتهى الجمال. وعايزة اقولك ان المستكة والحبهان اساسي معايا في اي شوربه بعملها، سواء شوربه لحمه او فراخ او بط او كوارع. يعني اساسي معايا، انا اتعودت على الشوربه بتاعتي لازم تكون بالمستكه والحبهان. بصي انا ببتدي ان انا كده اشوحها طبعا على نار كده عاليه، تبتدي ان انت تشوحيها كده تشويحه حلوه. وبعد كده هنزل بالخضار بتاعي اللي هو البصلايه وكمان الجزرايه والطماطمايه. هبتدي بقى ان انا اشوح فيهم كده، وانتي بتشوحيها كده هتشمي بقى ريحه النظافه كمان بتاعه الكوارع، يعني هتشمي ريحه كده حلوه. هي طبعا المستكه والحبهان بتكون اساسي معايا، وبتدي ريحه وطعم حلو قوي للحمه او الفراخ او الكوارع وانا بشوحها. بعد كده هكون مسخنه ميه في الكتل، وانزل عليها على طول. طبعا انا هنا سخنت كده 2 يعني كتلين، ورحت حطاهم كده على الكوارع. طيب اول ما تبتدي الكوارع بتاعتك تغلي، هتبدأي بقى تشيلي الريم كده من على الوش. يعني هي كل ما هتغلي هتطلع ريم، لازم كده بالمعلقة تشيلي كل الريم اللي بيبقى على الوش ده، عشان طبعا الشوربة بتاعتك تبقى رايقة كده في الاخر وطعمها حلو. وطبعا احنا عارفين ان الكوارع بتاخد تسوية كتير على النار، يعني تاخد معاكي من ساعة ونص كده لساعتين الا ربع، عشان تطلع معاكي دايبة كده، وتحطي فيها المعلقة كده تتقطع بسهولة. انا هنا طبعا بعد ساعة كده بدأت ان انا اشوفها، لقيتها لسه كده ايه محتاجة سوا. يعني هي خلاص ابتدت ان هي تستوي، بس برضو محتاجة سوا تاني، عشان بيبقى فيها اجزاء كده زي العروق كده، لازم بتبقى يعني بتبقى جامدة شوية، لازم تديها السوا الصح والمظبوط.
مظبوط. هي بتاخد من ساعة ونص لساعتين الا ربع كده على النار. وطبعا انا عايزه اقول لك ان انت مش شرط ان انت تعلي عليها قوي، يعني خليها على نار كده متوسطه. النار لما تكون متوسطه بتسوي الحاجه اكتر من النار العاليه. وطبعا الغطا بتاع الحله بتاعتك ما تقفلهوش جامد عشان ما تفورش معاكي، يعني خلي الغطا كده موارب. وبعد يعني كل شويه كده تبصي عليها، ولو لقيتيها لسه ما استوتش والشوربه بتاعتها ابتدت ان هي تقل بتزوديها ميه سخنه. انا هنا كانت استوت معايا وبقت زي الفل. بصي دايبه دوبان، يعني انا وانا بقلبها كده، يعني بقلبها كده بالراحه في الحله عشان سايبه معايا. بعد كده خلاص هتظبطي الملح بتاعها وتحطي كده الفلفل الاسمر على الشوربه، وكده حضرتي احلى واجمل شوربه كوارع. عايزه تعملي بقى جنبها طبق فته كده بالخل والثوم، بتبقى طبعا تحفه. انا بصي قلتلك على اسهل طريقه تعملي بيها الكوارع، طبعا بسيطه وسهله كانك بتعملي لحمه بالظبط. يعني مش محتاجه ولا غلبه ولا اي حاجه، بس اهم حاجه واهم خطوه ان انت تغسليها وتنقعيها كده في الليمون والدقيق غسله حلوه قوي، وتسيبيها نص ساعه منقوعه عشان تبقى طالعه كده ريحه الشوربه بتاعتك حلوه، وما يبقاش فيها اي ريحه زفاره. وهنا طبعا وانا بفضيها طلعت الكوارع ورحت مصفيه بقى الشوربه بتاعتي كده من البصل والجزر اللي كان محطوط. تعالي بقى اوريكي الدوبان اللي دايباه الكوارع. بصي كل ما هتسيبيها كده على نار متوسطة كل ما هتستوي معاكي وهتبقى دايبة. لازم الكوارع بتاعتك تطلعيها تحطي فيها كده المعلقة تتقطع معاكي، وخدي بالك عشان بيبقى فيها عروق جامدة. يعني ايه، محتاجة سوا زيادة اكتر كمان من اللحم اللي بره. يعني لما تيجي تختبريها كده شوفي اللحم اللي بره وكمان العروق اللي بتبقى جوه دابت معاكي واتقطعت معاكي بالمعلقه، يبقى انت كده التسويه بتاعتك مظبوطه. بصي لون الشوربه بتاعتي عامله ازاي، بجد في منتهى الجمال. تعالي بقى هقولك على طريقه بسيطه وسهله من غير ولا صلصه ولا اي حاجه. هتعملي كده الكوارع بالزبده كده في الفرن، بتبقى طالعه ناشفه كده وريحتها قلب الدنيا. انا جبت الطاجن بتاعي وابتديت احط فيه الكوارع، وجبت كده نص كوبايه من الزبده، وابتديت ان انا اسيحها وانزل على الكوارع بتاعتي. وبعد كده هحط رشة ملح ورشة فلفل، وبدخلها الفرن تحت الشواية لمدة ربع ساعة نص ساعة لحد كده ما تتحمر الوش بتاعها. بتبقى ريحتها أحلى وأجمل كتير من إن انت كمان تعمليها شوربة كده بس. بجد الطريقة دي أنا معتمداها على طول، وهي دي الطريقة اللي أنا اتربيت عليها وطبعا اتعودت عليها. فأنا لما بعمل الكوارع بعد ما بخلصها من الشوربة بحطها كده في الطواجن وبدخلها الفرن. بصي بقى شكلها بتبقى طالعه عامله ازاي، بتبقى ماسكه نفسها كده شويه وبتبقى متشربه كده بطعم الزبده والفلفل الاسمر والملح، طبعا من غير ولا صلصه ولا اي حاجه. اخف واحلى كمان من الطاجن اللي هو بالصلصه. ان شاء الله هتجربي الطريقه بتاعتي وهتعتمديها دايما، ومفيش حد هياكل الكوارع من ايديكي بالطريقه دي غير بجد لما يشكرك عليها. بصي شكلها عامل ازاي، بجد في منتهى الجمال، ريحتها وطعمها وشكلها حاجه كده تفتح النفس. جربيها وإن شاء الله هتعجبك وهتعتمديها. أتمنى الوصفة تعجبكم ونتقابل الفيديو الجاي على خير. سلام عليكم.